وصفة من وصفات المطاعم زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط، بس احنا اللي هنعملها في البيت فهتطلع ألذ 100 مرة. رول فراخ محشي من جوه جبنة موتزاريلا. شوفوا لي كده الجبنة وهي طالعة من الرول قد ايه شكلها لذيذ، تحفة يا جماعة بجد، طعمها لذيذ جدا جدا وحلوة قوي في العزايم. تعالوا نشوف عملتها ازاي. جبت صدر الفراخ وقطعته كده بالطول زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيته في كيس نايلون ودقيته علشان يبقى رفيع كده علشان خاطر اقدر الفه. دلوقتي هحط شويه ملح صغيرين وفلفل على الفراخ، وهحط جبنه وهلف الفراخ بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. بعد كده عندي هنا شويه زبده وشويه زيت صغيرين برضو هحطهم في الطاسه، ولما يسخنوا هحط الرول بتاع الفراخ في الطاسه وهخليها النار عاليه لغايه ما تتحمر. بعد كده هحط لها الثوم والمشروم وهقلبهم مع بعض تقليبتين، وبعدين هضيف ميه مغليه عليهم كوبايه تقريبا، وهحط عليهم نص مكعب مرق او شويه من بودره المرق، وهسيبه 10 دقايق على نار وسط. بعد ال10 دقايق دول هحط شويه ماسترد، وهحط بابريكا مدخنه، وهحط رشه من جوز الطيب، واللي ما بيحبهاش ما يحطش، وهحط كريمه طبخ، وبرده النار وسط. هغطيها واسيبها تقريبا 5 دقايق. رشه بقى بقدونس، وفي الطبق حطيت بطاطس بيوريه، وهحط بقى رول الفراخ بتاعي مع صوص المشروم الرهيب. جربوها يا جماعه وبجد هتحبوها جدا، بألف هنا وشفا.